طبعا عايز اتكلم على موقع الزمالك تي في. ده موقع الناس اللي فيه طبعا اعتقد انها لا تمثلنا في شيء وما تمثلش نادي الزمالك في شيء، لان الزمالك اكبر منهم واكبر من اي حد في الدنيا. والموقع ده انا عن نفسي وعن لعيبه الزمالك اعتقد انها لازم تقاطعه، لان الموقع مش يعني الناس اللي فيه ناس مش قد كده، وناس ما تحترمش الزمالك وما تحترمش شركه الزمالك. الناس دي تفضل تقطع في الزمالك سواء كسبان او خسران، يفضلوا يتكلموا على نادي الزمالك وعلى نادي الزمالك، ونادي الزمالك اكبر منهم واكبر من اي حد في الدنيا. واتمنى ربنا ان هم يتعادلوا يا اما يبطلوا كلام عننا ويريحونا ويسيبوا الناس الزمالك في حالها ويسيبوا اللعيبه بتاعت نادي الزمالك في حالها. واحنا لازم نقاطعهم بشكل كبير جدا، واحنا مش عايزين منهم حاجه ولا هم عايزين منا حاجه، ويا ريت يسيبونا في حالنا بس. ده اكتر حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا كلاعيبه نادي الزمالك كلنا بنقاطع موقع زمالك تي في، لانه بصراحه المفروض ان المواقع بتساند النادي او بتساند اللعيبه، دول جايين علينا بيقطعوا وبيجرحوا فينا. حتى لو الانتقاد بشكل كويس كنا نقبله، لكن ده بالتجريح وكلام اللي مش كويس. فاحنا كلاعيبه كلنا بنقاطع الموقع ده، واي حاجه تنزل على لسان اي لعيب او على لسان اي حد من الجهاز فاحنا كلنا نبقى لنا موقف فيها. ونتمنى ان اي حد يشوف الحاجه دي لازم ياخد موقف من الموضوع ده، لان الموضوع زاد عن حده. واحنا الحمد لله ماشيين كويس وبنكسب والدنيا ماشيه معانا كويس. فيعني بالعكس الكلام ده كان له وقت تاني غير الوقت ده خالص. فاحنا بنقول ان اي حاجه تنزل على الموقع ده كلنا ما فيش حد مسؤول عنها، واحنا كلنا مستائين من اللي بيحصل، وهيبقى لنا موقف في اي حاجه بعد كده ان شاء الله. احنا بس عايزين نعرف بس موقع زمالك تي في دوت اللي بيشتم في اللعيبه وبيقطع في اللعيبه، احنا مش فاهمين ليه. طبعا يعني احنا وطبعا ما بنمثلش نادي الزمالك طبعا اولا واخيرا، بس احنا كل ماتش نطلع يقول لك ده كذا وكذا على اللعيبه، احنا مش فاهمين ليه. هو بيهدم في النادي ولا بيهدم في اللعيبه ولا ايه بالظبط؟ احنا عايزين نعرف بس يعني الموقع ده منين او مين اللي مشغله او مين. بس احنا بنحترم كل الناس طبعا كلها طبعا، بس اللي بيحصل ده في اللعيبه مش احنا تعادلنا ماتش ولا احنا ما خسرناش ولا ايه. يعني لعيبه الزمالك من اول الموسم ماشيه بشكل كويس الحمد لله، ومش معنى ان احنا تعادلنا ماتش ولا الاداء وحش ماتش ولا اتنين يبقى الدنيا خربت بالنسبه لنا خلاص والناس تطلع تشتم الناس. انا يعني هو الموقع ده بالنسبه لنا قله ادب، انا بمثله بقله ادب، الناس مش محترمه وناس يعني مش عارف اقول ايه والله. بس احنا ان شاء الله احنا بنقاطع الموقع ده تماما، واحنا هو بيمثلش نادي الزمالك اولا واخيرا يعني. بس شكرا. احنا طبعا لعيبه نادي الزمالك كلنا بنستعمل موقف الزمالك فيه على الشتيمه اللي في التغطيه اللي بيتكلموا عن اللعيبه ده بطريقه مش كويسه. طبعا لعيبه نادي الزمالك الحمد لله ماشيه كويس، 9 ماتشات في الدوري مكسب، افريقيا 4 ماتشات. طب احنا طبعا لو بنخسر يعملوا فينا ايه اكتر من كده؟ وطبعا هو الموقع ده لا يعني ده موقع بيهدم النادي، مش موقع بيوقف نادي على رجليه. ده موقع عايز يوقع نادي الزمالك، شغال لمصلحه مين؟ انا في الزملكاويه يعني انا بكلم على كلام صبري. المواقع الثانيه اللي الناس اللي من الزملكاويه فيها ما بتتكلمش علينا وحش زي ما الموقع ده بيتكلم علينا وحش بصراحه. احنا اللعيبه كلها ما حدش بيتكلم في اي حاجه وكلهم مركزين في الملعب وعلى قد ما بنقدر بنعمل. احنا ممكن يبقى احنا شكلنا مش كويس في الملعب بس بنكسب، وهو ده المطلوب. يعني احنا مش هنبقى كويسين ولا حاجه ونخسر فالناس تطلع تقطع فينا. لا احنا اهم حاجه عندنا 3 بونت وربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله. مش حاجه برضه يعني كلام حازم برضه انتقدنا، بس انتقدنا بشكل كويس بشكل محترم. يعني اعرف احنا ممكن نكون قصرنا في الماتش ده، هو المطلوب 3 بونت. احنا بنلعب 3 بونت دي اهم حاجه الحمد لله. فالحمد لله احنا ماشيين بصوره كويسه، والماتشات اللي جايه ان شاء الله برضه هتكون احسن واحسن. ما ينفعش واحد زي ده يطلع يشتم والناس برضه في المواقع بتاع نادي الزمالك تنزل الحاجات دي. هم مواقع نادي الزمالك دي المفروض لا في ناس ثانيه انا كلام ظرف، في ناس ثانيه بيحصل عندهم جنايات في النادي وقدام الصحفيين كلهم ومحدش بيتكلم عليهم. احنا عندنا الفرقه كلها ماشيه كويس ومحدش بيعمل اي حاجه، بنطلع نلاقي كلام ثاني بيتكتب. فربنا يوفقنا. خلاص يعني ممكن نتقبل ان انت يعني لعيبه اي حد ينقضها عادي مفيش مشكله، بس اللي يكون الهدف من النقد التوعيه بس مش اكتر. يعني انت ما ينفعش ان انت تيجي تشتمني او تقطع في اي لعيب في الملعب بدون اي وجه حق. انت ما فيش حد ليه الحكم على لعيب في الكلام ده. فالنقد لو الهدف التوعيه ان انت مثلا يعني تشوف الاخطاء، لكن انت بتوقع اللعيبه ليه؟ او احنا المفروض ان احنا ما نسمعش للكلام ده وما نردش، بس هي الموضوع كتر قوي يعني. فربنا يسهل كده ونحاول نشوف حل للموضوع يعني. وبعدين الفرقه ماشيه كويس، هنعمل ايه تاني يعني؟ ان شاء الله ربنا يسهل. بس هي الدنيا بقت سايبه واي حد بيتكلم على نادي الزمالك. بس اللي قبل مننا ان احنا نتكلم كلعيبه المفروض ان في اداره تدور على الموضوع ده وتشوف مين اللي بيهاجم اللعيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الاول ان احنا بنتكلم على الناس بتهاجمنا كتير سواء بنكسب او بنخسر. احنا عارفين في موقع يعتبر منسوب نادي الزمالك بيقطع في اللعيبه،
وبيتكلم عليها بطريقه وحشه سواء بنكسب او بنخسر. الحمد لله ماشيين بشكل كويس السنه دي، فالمفروض الناس دي تساندنا يعني مش تقطع فينا. احنا لو بنخسر يعني المفروض نتقبل النقد دوت، بس احنا الحمد لله بنكسب وماشيين بشكل كويس. فبنتمنى ان احنا ان هم يساندونا عشان عندنا ماتش صعب ان شاء الله. سان جورج ده المفروض يساندونا ما يقطعوش فينا، واي حاجه بتتقال على لساننا على الموقع دوت بالذات احنا ما لناش اي دعوه بيه، احنا ما بنتكلمش معاهم خالص يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله الفرقه ماشيه بشكل كويس، وان شاء الله تدوم ونفضل ماشيين كده بشكل كويس لحد ان شاء الله نقدر ناخد بطوله في الاخر، وده اهم حاجه ان شاء الله. طبعا ساعات في ناس بتنتقدنا في الماتشات اللي احنا مثلا مبقاش كويسين، فده عادي، حق مشروع ليهم وحق مشروع لاي حد، بس احنا بنقول لما نبقوا ماشيين بشكل كويس لازم الناس تساندنا. ما بنحبش، احنا مش ضد حد، كل واحد بيشوف، كل واحد ممكن يقول كلام يبقى هو شايفه صح والناس تانية مش شغاله صح، ماشي ما عندناش مشكله، بس لما يبقى على طول واحنا ماشيين بشكل كويس دي بتبقى مش مقبوله شويه. فاتمنى الناس تتحسن دي، واتمنى الموقع الزمالك تي في بعد اللعيبه بيحاول يبقى في بعض الماتشات كده بيشوف بيتكلم مع بعض اللعيبه. اتمنى اللي هو الموضوع ده يعني نحاول نتجنبه شويه، ونحاول نشوف الحاجات الايجابيه نتكلم عليها وما نتكلمش على السلبيات بتاعت الفريق. ماشي ما عندناش مشكله نتكلم على السلبيات، بس مش لازم كل ماتش يكون فيه سلبيات، اكيد كل ماتش فيه سلبيات واكيد فيه ايجابيات. لا لو عايز تتكلم احنا ما عندناش مشكله نتكلم على السلبيات وعلى الايجابيات، دي حاجه تفرحنا وحاجه تسعدنا. لكن هنتكلم على السلبيات بتاعتنا بس دي حاجه مش كويسه، وحاجه احنا مش هنرضى عليها، وحاجه مش هنخلي حد يتكلم عنها كتير. فاي مره من المرات ممكن يحصل حد يعمل حاجه، فنتمنى الناس تتجنب الحاجات ديت، ونتمنى ان هم زي ما يتكلموا على السلبيات يتكلموا على الايجابيات باذن الله. المفروض كمان يا اسامه يعني المفروض الموقع زي دوت منسوب لنادي الزمالك يدافع عن اللعيبه، مش يدافع عن اللعيبه ما يجيبش اللعيبه. في البدايه احب اقول ان موقع زمالك تي في دوت ما بيمثلش اي حد من لعيبه نادي الزمالك، او ما بيمثلش النادي عامه يعني. هو موقع دايما بيهاجم اللعيبه وبيتكلم عن اللعيبه بشكل وحش، في ظل ان الفرقه السنه دي يعتبر اقوى بدايه شايفها من حوالي 10 سنين للنادي وكده، والفرقه ماشيه بشكل كويس في الدوري وان شاء الله كمان هنبقى في دوري المجموعات في افريقيا. وشايف الموقع دوت بيسيء للعيبه بشكل كبير، وبيتدخل في حاجات هو يعني حاجات مش نقد، يعني لو نقد في الكوره عادي ما فيش مشكله، لكن النقد بعيد عن الكوره خالص. وبيتهيألي المفروض ده لو موقع بيحب لعيبه نادي الزمالك او نادي الزمالك عامه هيقف جنب الفرقه ويبقى اعلام هادف، او يقول ايه العيوب بس في الملعب والكلام دوت، ما يتعرضش لاي حاجه تاني، وما يتكلمش على اللعيبه بشكل وحش. واحنا بنقول ان الموقع ده ما بيمثلناش في اي حاجه يعني. طبعا انا هكمل على اللعيبه قالوه، مش هقول اكتر من كده. فعلا الموقع ده ما يمثلش لعيبه نادي الزمالك، الموقع يعني فعلا بيصيب اللعيبه بالاحباط. يعني لما يجمع جميع اللعيبه تبقى لها نفس الكلمه ونفس الموضوع، معناه ان الناس دي مش نقد بناء، فعلا نقد هدام. احنا في مواقع زملكاويه كتير محترمه، للاسف الشديد ان الموقع ده بيحمل اسم نادي الزمالك. نتمنى ان شاء الله ان جمهور الزمالك المحترم الفاهم الواعي ان هو يبعد عن الحاجات اللي هي بتدمر اللعيبه او بتحبط نفسيات اللعيبه. يعني تخيل ان احنا بنعمل انجازات دلوقتي الفتره الاخيره دي، اي نعم احنا ما خدناش بطوله، بس يعتبر ان احنا عاملين لحد دلوقتي شيء كويس بالنسبه لينا احنا كجيل واللعيبه. لما ناس زي دي تقعد تتريق علينا وتتكلم علينا بالاسلوب ده، ويا ريت النقد يعني بنقد نقد بناء او نقد محترم الواحد يقدر يفهم او يستفيد منه، ده بالعكس تمام. وللاسف الشديد الموقع ده في واحد محترم جدا انا بحبه اسمه مصطفى البويلي، ده انسان محترم جدا، ومش عارف ازاي موقع زي ده ما يبقاش واحد زي ده يبقى محلل، على الاقل الناس تثق في كلامه يعني. انما جايب مجرد هتلاقي اشباح او ناس ما اعتقدش ان هم لا يمتوا صله انا اعتقد ما يلبسوش حتى شورت وفانيلا، ما يفهمش يعني ايه نفسيه لعيبه، ما يفهمش يعني ايه ملعب، ما لعبوش كوره اساسا. اللي هو الاخ اللي بينقد في اللعيبه ده او بيتكلم بيحلل تحليل ما اعرفش ايه، استاذ ايه اللي بيحلل؟ انا شايف ان هو لا يمت للتحليل، بس ما عندوش اساسيات التحليل، ما عندوش اساسيات الكلام نفسه. هو مجرد ان انا احط ملعب واحط بتاع اخضر وبتاع يبقى انا كده خلاص بتكلم في الكوره كويس. لا لازم يبقى في ناس محترمه، لازم بتفهم كوره عشان تتكلم في التحليل اساسا. انا مش هاخد في قصه الاشخاص اللي موجوده، لا انا بتكلم عن الموقع عندنا دلوقتي، ان احنا كلاعيبه نادي الزمالك دلوقتي، سواء انا اكيد في ناس لينا ناس بتحبني وفي ناس اكيد ما بتحبنيش، لكن اللعيبه لما اللعيبه كلها تجمع على ان الموقع ده موقع سيء بيسيء للعيبه نادي الزمالك، اعتقد ان الالتراس الناس المحترمه اللي بتيجي ورا اللعيبه اللي عايز تشجع اللعيبه المفروض بالتالي ما يخشوش على موقع زي ده، ما يتعاملوش معاه اساسا. واحنا كلاعيبه
مش هتلاقي لعيب بيتكلم على الموقع ده نهائي. اي تصريح حتى هو مجرد ان هيقتبس من اي موقع تاني محترم، اكيد يعني هيقتبس، مجرد ده هيبقى مجرد اقتباسات بس، انما هو يحلل بقى مع نفسه ويتكلم مع نفسه يجمع مع نفسه، ده قصص ثانيه. وطالب كمان الناس اللي هي اللي بتفهم يعني في الكوره يشوفوا التحليلات اللي بيتكلموا فيها. ناس فاضيه، ناس اعتقد ان هي الاحقاد جواها كتير جدا، ما تعرفش هم عايزين ايه اساسا. احنا دلوقتي كلاعيبه نادي الزمالك الحمد لله يعني زي ما احنا ماشيين احسن جول في مصر، واحنا هنستمر في نفس القصه ان شاء الله، وربنا يسهل بس وناخد بطوله. هو ده المهم، ده الاساس بالنسبه لنا. هنبعد عن الصغائر، وده موقع من الصغائر اللي احنا المفروض ان احنا نبعد عنه، مستنقع مش هنخش نتفرج عليه اساسا يعني. وانا اللعيبه بلا استثناء اكيد يعني ما حدش حتى هيفكر يبص ان هو اللي كان احنا لما بنخش على المواقع او نخش نتفرج بيشوف يمكن في نقد معين الواحد يستفيد بيه، نقد بناء. اعتقد حتى النقد اللي احنا البناء اللي هو المفروض كان ممكن يبقى في واحد يمثله، واحد زي الاستاذ مصطفى بيقول في الموقع مثلا، احنا مش محتاجينه دلوقتي، مش هنمثله اساسا. انا ممكن اتكلم معاه بصفه شخصيه لو في حاجه مفيش مشكله، انما ان حد يتعامل مع الموقع ده ما اعتقدش. ناشد جماهير نادي الزمالك المحترمه الفاهمه الواعيه ان هي تبعد عن الحاجات اللي هي بتسيء للعيبه وبتاثر على نفسيات اللعيبه، واتمنى التوفيق لينا ان شاء الله.